والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا متجددا على طاعته. وحديثنا هو الحديث حول أعظم ما يمكن أن يتحدث الإنسان عنه، وإن الإنسان لا يتقرب إلى الله عز وجل بمثل هذا المجلس، لأن الحديث فيه إنما هو كله عن الله عز وجل. الحديث حول أسماء ربنا وصفات ربنا سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا قبل كده، احنا أحوج ما نكون وخصوصا في الأيام ديت إن احنا نعرف ربنا بجد، نتعلم عنه سبحانه وتعالى علشان نقترب منه عز وجل، علشان نحس بمعنى العبادة لما نعبد ربنا، علشان نحس بمعنى الذكر لما نذكر ربنا سبحانه وتعالى، نشعر بجمال القرآن لما نتلو آيات القرآن، ونعرف إنه اللي تكلم بهذا القرآن هو الله. قد إيه معنى عظيم جدا جدا، لكن محتاج لتأمل. لو عرفت صفات ربنا وأسماء ربنا عز وجل أحبه، تزداد محبتي لربي. لأن بعض الناس لما بيبص عن بعد ويقرأ الآيات إن الله شديد العقاب عزيز ذو انتقام، ويلاقي حد يخوفه ويرعبه على طول الخط، بيقلق ويقول طب هو ربنا ما بيرحمش العباد؟ والجواب أنه كما أنه سريع العقاب فإنه غفور رحيم عز وجل. لكن محتاج أن أنت تقبل عليه، تبحث عن السبيل الذي تجتلب به الرحمة لنفسك. وقد قال سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. فمحتاجين نحن نتعلم الإحسان حتى نستحق رحمة ربنا عز وجل. تكلمنا في المرة اللي فاتت عن أول الحديث عن اسم الله تعالى إيه؟ الرب عز وجل. وقلنا إنه الرب هو إيه؟ هو المالك والمتصرف في الكون بما يشاء وكيف يشاء، وهو مدبر الأمر كله، له الملك كله وله الحكم كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. هو الذي يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويقبض ويبسط، بيده مقاليد كل شيء. الربوبية معنى كبير جدا، لكن لابد أن نفرق بين الربوبية والإلهية. لما نيجي نتكلم عن الربوبية في حاجة يسموها إيه؟ إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اتحدا. بمعنى إنه أنا لو قلت الله عز وجل هو الرب وهو الإله، الرب هو الإيه؟ الإله، يبقى كل واحدة من دول لها معنى منفصل عن الآخر. لكن لما أقول الله عز وجل هو الرب أو أقول الله عز وجل هو الإله، يبقى دي كلمة واحدة لكنها تشمل الإيه؟ تشمل المعنيين كلهم، تشمل معنى الربوبية وتشمل معنى الألوهية. طب ليه بنفرق ما بين الربوبية والألوهية ومحتاجين نفرق؟ تأمل أن الله عز وجل أمرك في كلمة التوحيد أن تقول إيه؟ لا إله إلا الله. ما قالكش تقول إيه؟ لا رب إلا الله. فرق ما بين الاثنين.
طب ليه؟ قال لك لأن الربوبية الكل بيشهد بيها، يعني لا يكاد حد ينكر أن الله هو الرب، حتى الكافرون والمشركون يعني هؤلاء حتى المجوس نفسهم كانوا بيقولوا بوجود إلهين، إله للخير وإله للشر، وإله الخير أحسن من إله الشر، ويعني إيه، وقدراته وصلاحياته أكبر. لكن الشاهد إنه أغلبية العالم يشهد بإيه؟ ركزوا، بأنه إيه؟ الرب عز وجل. لكن اللي بيشهدوا أنه الإله ليس إلا من آمن بالله واتبع رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. في زماننا كل الأنبياء والرسل جاءوا ليدعوا الناس إلى عبادة الإله الواحد، لأن الناس كلها عارفة أنه إيه؟ رب واحد. الكافرون لما تسألهم زي ما قلنا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. حتى الأصنام بتاعتهم اللي بيعبدوها يقول لك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يبقى في رب فوق بس عندهم شوية آلهة تحت، زي ما ذكرنا كلام حسين بن عبد الرحمن أبو عمران رضي الله عنهما لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له كم إلها تعبد؟ قال له كم؟ 7، 6 في الأرض و1 في السماء. طيب من الذي تجعل لرغبك ورهبك، تعده لرغبك ورهبك لما تكون محتاج حاجة ولما تكون خايف من حاجة بتطلب من مين؟ قال من الذي في السماء. يبقى هو بيعترف بأن الله عز وجل هو الإيه؟ هو الرب. طب الإله؟ لا، المسألة تختلف، لأن كلمة الإله بمعنى المعبود زي ما هنشوف بعد كده في تفسير والكلام عن كلمة الله وكلمة الإله في كلام منفصل. الإله هو المعبود بحق. لما نقول لا إله إلا الله يبقى معناها لا معبود بحق إلا الله. ليه حطيت كلمة بحق؟ لأن في معبودات كتيرة جدا جدا بتعبد بالباطل زي ما قلنا المرة اللي فاتت، يعني كل واحد بيختار الإله بتاعه على مزاجه. ويوم القيامة يقال لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. اللي بيعبد الشمس يتبع الشمس، واللي بيعبد القمر يتبع القمر. خلاص تخيف عليه ليه كده؟ مش هتطير. وكل اللي بيعبد حاجة هيروح معاها ويلقى معها في جهنم. طب اللي كانوا بيعبدوا المسيح عليه السلام وضعهم ايه؟ هم الذين يلقون في جهنم. طب وهو عليه السلام هو تبرأ إلى الله من هذا. طب الذين كانوا يعبدون الملائكة هم لوحدهم اللي يلقون في جهنم. أما الملائكة ملائكة الله قالوا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. يبقى ده معنى الإله. لكن الإله الذي يعبد بحق هو الله عز وجل وحده. يبقى هو ده اللي يفرق ما بين المسلم وبين غيره. لما يطلع واحد ضال منحرف كما كما شهدوا له بذلك، دي شهادة تزكية له، ضال منحرف يقول ان احنا كلنا سواء، كلنا حاجة واحدة، مفيش فرق بين مسلم وبين غيره، لانه كله بيقول ان ربنا هو واحد، فخلاص يبقى كلنا واحد. هذا الضال المنحرف الذي يفسد عقول الناس نقول له تبا لما تقول، لانه فرق كبير جدا جدا ما بين معنى كلمة الرب ومعنى كلمة الايه يا اخوان؟ الاله. بلاش يا اخواني يا اخواننا، الاله فرق كبير جدا ما بين الاثنين. لما كان في واحد برضه زمان يطلع يقول لك بص اصل احنا كلنا بنوصل لربنا، المسلم وغيره 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 كله ماشي في طريق ربنا، زي واحد بالظبط رايح اسكندريه، واحد واخدها زراعي وواحد واخدها صحراوي. لا خد طريقك انت بقى،
عرفش تاخده ازاي. فلازم نفهم المعاني دي يا اخواني. المعاني دي ما بتعملش فتنة طائفية ولا حاجة، بالعكس المعاني دي بتعلمني من هو أخي فقط، وفي نفس الوقت بتقول لي ان انا اعامل غيري المعاملة الحسنة اللائقة به التي لا تغضب الله عز وجل، طالما فيه معاهدة وفي كذا وفي كذا وفي احترام ل يعني حقوق الآخرين. يبقى ده الفرق ما بين الرب وما بين الايه؟ الإله. قلنا لما نصف ربنا عز وجل بواحدة من هذه يبقى هي تشمل الايه؟ تشمل المعنيين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في الآيات اللي قرأناها المرة اللي فاتت في سورة الايه؟ في سورة النمل. هذه الآيات شوف ربنا عز وجل يذكر لنا آية من آيات الربوبية وبعدين يسأل يقول ايه؟ أإله مع الله؟ ما قالش أرب، مع ان الآيات كلها تتكلم عن الربوبية وخلق السماوات وخلق الأرض وإرسال الرياح وإنزال المطر يعني هدايتنا في البر والبحر وكذا، ومع ذلك يقول أإله مع الله، عشان يعلم إنه كلمة إله يعني أنه هو الرب وهو وحده الذي يستحق أن يعبد. إذا زي ما قلنا إذا اتحد افترق، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اتحد، يعني كانوا كل واحدة منهم تعبر عن الايه؟ عن الأخرى. إذا فهمنا هذا المعنى يبقى هنقول إن الربوبية نوعين: ربوبية عامة وربوبية خاصة. الربوبية نوعان: ربوبية عامة وربوبية ايه؟ خاصة. الربوبية العامة هي عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله عز وجل، البر والفاجر والمؤمن والكافر. هذه عبودية عامة يشترك فيها الكل. طب ازاي الكافر؟ قال لك ما هي دي عبودية مش من قلب الإنسان، مش من نفسه، لا دي عبودية القهر والملك، بمعنى أن الله عز وجل هو المالك لأمر كل هؤلاء سواء كانوا مؤمنين أو كانوا إيه؟ أو كانوا كافرين. يبقى العبودية هنا عبودية الإيه؟ الخضوع والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى الكوني، لأمر الله الإيه؟ الكوني. وهنفرق برضه واحنا بنتكلم كده ما بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأمر الكوني اللي هو الخلق، إن ربنا قدر هذا، خلق هذا مؤمنا وخلق هذا كافرا، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قدر أن هذا الإنسان يكون يعني بصيرا، وهذا يكون ضريرا، هذا يكون غنيا وهذا يكون فقيرا، هذا يكون عاجزا وهذا يكون قادرا. يبقى ده اسمه الأمر أو القدر الايه؟ الكوني، اللي هو مأخوذ من قوله عز وجل للشيء كن فيكون. لكن الأمر الشرعي اللي هي الأوامر والنواهي اللي وردت في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو إيه؟ أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القصاص في القتلى، يا أيها الذين آمنوا كذا 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 كذا. يبقى دي اسمها أو ده اسمه الأمر الإيه؟ الشرعي. يبقى فرق ما بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. طيب يبقى العبودية العامة اللي هي عبودية الكائنات كلها تدخل تحت أي أمر فيهم؟ الأمر الكوني، لأنه معناه أن ربنا هو الذي خلق وهو الذي قدر على هذا أن يكون بهذه الصفة الفلانية وهذه الهيئة الفلانية. كل الخلق عبيد لله عز وجل، حتى السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب، كل هذا إنما يعبد الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.
قال عز وجل في آيات عظيمة في سورة مريم التي قرأنا منها في صلاتنا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سبحانه عز وجل. شوف الآيات دي عجيبة قوي. عشان كده لما تقرأها ما ينفعش تقرأها كده وانت هادي كده ومعلش يعني وانت بارد كده أبدا، ما ينفعش. انت متخيل يا أخي السماوات بتغار على الله، الأرض بتغير على ربنا، الجبال بتغير على ربنا لما البشر يعبدوا غيره. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. معقولة قدروا يقولوها؟ قالوا ان ربنا له ولد؟ طب ده اللي له ولد يبقى محتاج للولد، بيستنصر به وبيستند اليه. وهل الرب في حاجة الى عبد؟ قال لقد جئتم شيئا إدا منكرا عظيما تكاد السماوات يتفطرن منه. الكلام اللي قلتوه السماوات تكاد انها تتشق منه، وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. كلام يوقع الجبل. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. يتخذ ولد ده حد يكون محتاج، حد يكون فقير، حد بيطلب الولد. أو زكريا بيطلب الولد بيقول يرثني وإيه ويرث من آل يعقوب. أنا عايز ولد يورثني يحمل اسمي. نسأل الله أن يرزقنا جميعا بأولاد صالحين. لكن رب العالمين غني عن هذا سبحانه وبحمده، ليس بحاجة إلى ولد. وبعدين الآية بقى الشاهد في الكلام اللي احنا بنقوله إيه؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ما تسمع كلمة إن كل، إن هنا أداة نفي، يعني ما كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولما يتحط الكلام ما بين ما وإلا يبقى الكلام ده يفيد الحصر، يفيد الايه؟ يعني مفيش حد تاني رب غير ربنا، هو إله واحد وكل من في السماوات والأرض آت إليه إيه؟ عبدا. قال عز وجل وما الله يريد ظلما للعباد. العباد هنا مين العباد؟ كل الخلق. وقال الله عز وجل إن الله قد حكم بين العباد. العباد كلهم. ده معنى كلمة الربوبية الايه؟ العامة. الربوبية العامة. طيب النوع الثاني الربوبية الخاصة، دي بقى عبودية الطاعة والمحبة. عبودية الطاعة والمحبة اللي مش أي حد بقى دي، لا تكون إلا لمن وحد الله وأحب الله ونفذ أوامر الله واتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى دي اسمها عبودية ايه؟ خاصة. ده عبودية الشرف. دي بقى عبودية الشرف، عبودية العزة، عبودية الحرية. تخيلوا في المعنى ده، يعني عبودية الحرية ايه؟ يعني ايه؟ يعني لا تكون حرا بحق حتى توحد الله وتعبده بحق.
ما تحسش بحلاوة العزة بجد إلا لما تذل نفسك لربنا لوحده. اوعى تذل نفسك للبشر. اقسم بالله البشر ما يستاهل حتى ان انت تدمع عينك علشانه دمعة. اوعى تكسر نفسك لحد، اوعى تركع لحد، ومش شرط الركوع يكون كده، لا كفاية ان ده يركع. اوعى تركع، اوعى تخضع لمخلوق، اوعى تخضع لبشر. لو عايز تكون عزيز فلا تكن إلا لله ذليلا. لو عايز تكون قوي ما تخليش ضعفك إلا لمن؟ لله. لو عايز تكون حر حرية حقيقية فلا تكن عبدا إلا لله وحده، لله وحده. لأنه هو بس سبحانه وتعالى اللي يستاهل إن أنت تحبه وإن أنت تضعف من أجله وتنكسر علشان وتركع عشان يرضى عنك. وكل ما تنكسر ليه هو كل ما يعزك ما بين البشر، وكل ما تنكسر لغيره من البشر كل ما يذلك ليه. نعوذ بالله أن يجعل ذلنا إلا إليه. اللهم لا تجعل ذلنا إلا إليك، ولا تجعل انكسارنا إلا بين يديك، ولا تجعل خضوعنا إلا لك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك، ولا تجعل خوفنا إلا منك، ولا تجعل رجاءنا إلا فيك، ولا تجعل ثقتنا إلا بك. سبحانه وبحمده. قال الله تبارك وتعالى: يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عباد، مين العباد هنا؟ كمل الآية. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. يبقى دي العبودية الايه؟ الخاصة. قال عز وجل: فبشر عباد. فبشر عبادي، عبودية هي، بس مين عبادي دول؟ فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عبودية ايه؟ خاصة. قال عز وجل يخاطب الشيطان عليه لعائن الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ليس لك عليهم سلطان. طب ده الشيطان له سلطان على ناس كتير قوي، لكن المقصود بالعباد هنا العباد عبودية ايه؟ العباد المؤمنون الصالحون الصادقون لن يكون لك يا إبليس عليهم سلطان. مش معنى كده انك عمرك ما هتجيلهم، لا، ممكن تجيلهم، تنزف للواحد منهم نزخة، ينزل نزلة، يزل زلة، يهفو هفوة، لكن اول ما يفوق يرجع. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فهو رب كل شيء. من هو؟ الله جل وعلا. فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره، فاجتمعوا بصفة الربوبية وافترقوا بصفة الايه يا اخوانا؟ الإلهية. فإلهه يعني إلهه وحده إنما ألهه وحده السعداء عز وجل. فألهه يعني عبده وحده السعداء، وأقروا له طوعا بأنه الله الذي لا إله إلا هو، الذي لا تنبغي العبادة والتوكل والرجاء والخوف والحب
والإنابة والإخبات والخشية والتذلل والخضوع إلا له. يبقى دي العبودية الايه؟ الخاصة. طيب معنى آخر في الربوبية لما تقول كلمة أن الله هو الرب، كلمة الرب تتضمن كل أسماء الله الحسنى وتعبر عنها جميعا، يعني لفظة الربوبية تعبر عن كل أسماء الله الحسنى. فهو عز وجل الرب، إن الرب كما قال ابن القيم أيضا، وهتلاقي هنا كلام لابن القيم كتير لأنه كلامه في الأسماء الحسنى يعني كلام عجيب رحمه الله رحمة واسعة. يقول إن الرب هو، خد بالك بقى، شوف الربوبية بتتضمن إيه؟ هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. فالرب يتضمن إيه؟ كل أسماء الله الحسنى. فلما تيجي تقول الرب هو الغفور، ماشي؟ كما قال الله عز وجل بلدة طيبة ورب غفور. فمن أخص صفات الرب عز وجل أنه إيه؟ غفور. لما تقرأ قوله تعالى إن ربي لغفور رحيم، إن ربهم بهم لرؤوف رحيم. الرأفة والرحمة من أخص صفات الربوبية ومن موجبات الربوبية. والرأفة هنا والربوبية هنا يكون معناها أنه عز وجل يربي عباده بإنعامه عليهم. دي رحمة داخلة في الإيه؟ في الربوبية، ينعم عليهم. من هذه الرحمة الموجبة لربوبيته أنه عز وجل يرسل إليهم رسلا. مش كان ممكن يبقى الأمر كده يترك الناس هكذا وبعدين يعاقب الناس يوم القيامة وقالوا لهم لماذا لم تعبدوا الله؟ ساعتها كان الناس تبقى حجتهم إيه؟ ما جاءنا من نذير، مش كده؟ فكان من رحمته عز وجل أن أرسل إليهم إيه؟ رسلا ليخبروهم ويعلموهم ويرشدوهم إلى الحق ويصرفوهم عن الباطل. فهذه رحمة وهي من أخص صفات الإيه؟ الربوبية. يبقى حتى كلمة الربوبية تيجي بمعنى التربية، تربية عامة وتربية خاصة. تربية عامة للعباد جميعا بالنعم اللي ربنا بيديها لهم، وإرسال الرسل إليهم، وإنزال المطر، وإخراج النبات، وتفجير الأنهار، والرزق الذي يرزق منه كل أحد، يطعم كل جائع حتى من يكفرون به. يبقى دي تربية إيه يا إخوانا؟ عامة، يعني ربوبية عامة. وفي تربية خاصة، هذه التربية لأوليائه بأن يوفقهم إلى الحق ويحفظهم ويرعاهم ويربيهم سبحانه وتعالى بعطاياه وفضله الخاص. فالرحمة والرأفة والمغفرة واضحة جلية في هذه الآيات العظيمة. قال الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. يبقى عندنا هنا من أخص صفات الربوبية صفة الايه؟ العزيز، العزة. العزة من موجبات الربوبية،
لأنه لا يكون ربا حتى يكون سيدا عزيزا. لكن لو هو خاضع لغيره ينفع يتقال عليه رب؟ لا، هيتقال عليه ايه؟ لو حد يعني طبعا غير الله عز وجل اللي بيقول على نفسهم أرباب دول، واللي عاملين نفسهم اللي هم بأيديهم كل شيء، دول خاضعون من أولهم إلى آخرهم. شوف لما تسمع الحوار اللي كان بين إبراهيم عليه السلام وبين النمرود مثلا، والنمرود عامل نفسه إيه؟ رب. طب كلمة رب بمعنى السيد، والسيد ده معناه إنه راجل عزيز أو إنه حد عزيز. عزيز يعني مفيش حد بيغلبه أبدا، مفيش حد إيه؟ بيغلبه. طيب يبقى إبراهيم عليه السلام قال إن الله قال ربي الذي يحيي ويميت. خد بالك كلمة إيه؟ ربي. إيه أنت ربي مين بقى؟ لو أنت رب أحيي وأمت قال لك ماشي. شغل بقى البهلوانات وشغل الكذابين والشغل بتاع الثلاث ورقات اللي بيقولوا عليه، قال لك هاتوا 2 من المحكوم عليهم بالموت، جابوا 2 اقتلوا ده، قتلوه. انت كان المفروض تموت بس انا خلاص عفوت عنك. ايه رايك في الكلام ده؟ انا احيي واميت اهو، يعني يبقى زي الرب بتاعك. ابراهيم عليه السلام ده خد بالك بقى من اسلوب المناظره والحوار، ما عندوش وقت يجادل الغبي ده اهو، ماشي؟ يعني مش فاضي ان هو يقول له لا انت ما عملتش حاجه، انت كل اللي عملته ان انت جبت 2 مش وقته. خش على التقيل زي ما بيقولوا، هات له حاجه تقسمه. والغريب يا اخي انه حتى لما بيتقسم بيفضل برضه شويه من الغوغاء سامعين كلامه وبرضه مصرين على موقفهم. حتى لما بيتفضح قدام العالم كله برضه بتفضل الدنيا هي الله المستعان. فقال له مش عارف تضحكوا على ايه؟ الله المستعان، انتوا بتحلموا؟ خليكم معايا طيب. قال عز وجل قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. يلا بقى يا بطل، مش انت اللي عملت وسويته وكذا؟ طب يلا فأتي بها من المغرب. كان الجواب على طول بالفاء، الفاء التي تفيد التعقيب والسرعة. فبهت الذي كفر. لما بهت الذي كفر قال له لا كده مش هينفع، احنا بقى انت تجيب جيشك وانا اجيب جيشك. قال له طيب موعدنا في الوقت الفلاني. جاء في الوقت الفلاني النمرود جهز جيش ضخم عظيم جدا وجنود وما اعرفش ايه وبتاع، وبعدين طالعين كده بقى عشان يقابلوا ابراهيم عليه السلام، لقوا شويه بعوض في السماء. بس البعوض ده عباره برضه عن ايه؟ عن جيش، صفوف وبتاعه كده. ايه ده؟ فين الجيش؟ فين الجيش يا ابراهيم؟ ادي الجيش اهو جاي لك اهو، هيظبطك. دخل الجيش في النخاشيش. اولا قضى عليهم كلهم، وجت حته بعوضه اموره كده وقالت له لا يا نمرود انا ليا معاك قصه ثانيه، انا بصراحه مش لاقي لي جحر اقعد فيه، فانا هقعد في نافوخك. فدخلت جوه نافوخ. العزيز بقى اهو اللي بيقول ان هو ايه؟ رب. الرب ده اهو كانت تزن البعوضه دي جزاها الله خيرا. ايوه ما هي اذل طاغيه دي، في حاجه زيها دي تزن في نافوخه ما يرتاحش الا لما اقول لهم ايوه الحرس، ايوه الحشم، ايوه الخدم، امرك يا مولانا، هاتوا الجزم واضربوني بيه عشان اهدى شويه. يدوله بالجزم. البعوضه يا اخوان مش الا سامعه الكلام تقوم ساكته شويه، يسكتوا تقوم ايه؟ انا هنا. فانظر انظر كيف اذله الله، انظر كيف كسره الله بايه؟ ببعوضه. ببعوضه. فتأمل يا اخي الكريم لتعلم ان العزة الحقيقية انما هي لمن؟ لله تبارك وتعالى.
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن ربوبيته سبحانه إنما تستحق بكونه فعالا مدبرا متصرفا في خلقه، يعلم ويقدر ويريد ويسمع ويبصر. فإذا انتفت أفعاله وصفاته انتفت ربوبيته. لما يكون إله لا يسمع ولا يبصر، كما قال إبراهيم أيضا لأبيه: يا أبتي لما تعبد إيه؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. طب فين صفات الربوبية بتاعته؟ إذا كان هو لا هو سمعني ولا شايفني ولا حاسس بيا وأنا عمال أنده وأقول له أجبني وكذا، هيجاوبك يقول لك إيه؟ لما ينتفي عنه صفة الأمر والنهي تنتفي عنه حقيقة الإلهية. هذا معنى الربوبية له عز وجل. معنى آخر: دعاء الله تبارك وتعالى باسمه الرب. واحنا بقى في كل أسماء الحسنى هنتعلم هذه المعاني، ان احنا اولا نؤمن بهذا الاسم كما سمى الله به نفسه او سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. 4 حاجات: بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. انت دخلت التشبيه والتمثيل والتكييف كلهم واحد. من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. طب ليه قلنا تكييف وتمثيل مع انه كيف بمعنى مثل؟ لانه التكييف هو انك تكيف الصفة، تقول ان الهيئة بتاعتها كذا، لكن التمثيل ان تمثل شيئا من صفات الله بشيء من صفات الايه؟ الخلق. وقلنا التحريف ان انت تاخد الكلام وتحرفه عن معناه الظاهر المتبادر منه، والتعطيل ان انت تنفي الصفة كلها، تقول ما ينفعش ربنا، زي ما قلت لك المرة اللي فاتت الجماعة اللي يعني نسأل الله ان يتوب عليهم، لما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة في ثلث الليل الآخر يقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. يبسط يديه عز وجل يقول: حد هل من سائل فأعطيه. واحنا نايمين قوي، مع ان احنا عندنا بلاوي كتيرة قوي محتاجين نسأله فيها وندعوه فيها، وعندنا ذنوب كتيرة محتاجين نستغفره منها، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. يجي على حتة ينزل ربنا. النبي عليه الصلاة والسلام مش كان عربي ولا كان أمريكي؟ كلامه كلام ايه؟ عربي، والوحي اللي جابه بلسان عربي مبين. يبقى لما يقول ينزل ربنا يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها ينزل ربنا ازاي؟ لا مش قصتك، ليس القاعدة اللي احنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت. فيقوم يقول لك لا ده ينزل ربنا يعني تنزل رحمته. طب جبتها منين دي؟ قال لك اصل ما ينفعش اقول ان ربنا بينزل. ليه؟ اصل هو يعني لو انت عايز تقول يعني ربنا بينزل زي ما انا بنزل على السلم كده، هو انا قلت كده؟ هو حد يقدر يقول كده؟ درجة ان بعضهم لا ولا حول ولا قوة الا بالله يقول لك طب الليل، خد بالك بس من الشبهات دي انا برميها لك كده وبنرد عليها ردود عامة عشان لو سمعتها من حد، وخصوصا ان احنا في ايام عجاب وعجاب في نفس الوقت. يقول لك طيب يا عم الحاج يا عاقل يا ده بتفكر بعقلك كده، وايه دخل عقلك الموضوع اصلا؟ بس يلا ماشي. يقول لك بعقلك كده هو الليل هنا يختلف عن الليل في المغرب، دولة المغرب، ولما تيجي الناحية الثانية هتلاقيه يختلف عن الليل في السعودية مثلا، فرق ساعة ولا ساعتين، وانت طالع وانت نازل يختلف عن الليل في امريكا، يختلف عن الليل في اوروبا. انت عايز بقى تقول بقى ان ربنا بينزل في ثلث الليل الاخر عند كل دول؟ يعني يفضل طالع نازل ويشاور كده بايده، يفضل طالع نازل. شفت الكلام عن ربنا بيتكلموا ازاي؟ يقول لك احنا بنعلم الناس العقيدة الصحيحة، دي عقيدة فاسدة
مضلة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن الناس أصناف، ناس هيمشوا على الصراط يطيروا كالبرق، وناس هيمشوا على رجليهم، وناس هيمشوا على وشهم. الصحابة قالوا يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ كان الرد واحد بسهولة جدا جدا وخلاص ريحت دماغك. إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على إيه؟ على وجوههم. انتهت القضية. يبقى الذي ينزل في ثلث الليل الآخر هنا هو عز وجل الذي ينزل في ثلث الليل الآخر هناك مهما اختلف هذا الليل، لأن الكيفية غير معلومة. انتوا بتتكلموا في ايه أيها المغفلون؟ انتوا بتتكلموا في إله عظيم وسع كرسيه السماوات والأرض. انتوا بتتكلموا في إله عظيم ما بين العرش والكرسي بتاعه عز وجل. يعني ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة، والعرش والسماوات السبعة كلهم في العرش والكرسي ما هن إلا حلقة في فلاة. ايه انتوا بتتكلموا في ايه؟ بيرزقكم كلكم ازاي في وقت واحد؟ بيسمعكم كلكم ازاي في وقت واحد؟ وهم اثبتوا لربنا انه بيسمع. الحمد لله، الحمد لله ان ربنا عندهم بيسمع. طب ربنا عز وجل بصير، طب شايفنا يرانا جميعا. كيف؟ هتقعد تخش في كيفيات ومتاهات. انت ليه؟ قل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وريح دماغك. فقلنا انه هنؤمن بالاسم من اسماء ربنا عز وجل كما سمى به نفسه او سماه به ايه؟ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وفي نفس الوقت هنعمل ايه؟ ندعو الله عز وجل بهذا الاسم. دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء العبادة اللي هو الإيمان به زي ما قلنا، ودعاء المسألة إن لما أقول مثلا يا رب، وأنا دايما بقول يا رب في الدعاء، ربنا اغفر لنا. طب إيه دخل الربوبية بالمغفرة؟ ما احنا قلنا بقى إن المغفرة من أخص صفات الإيه؟ الربوبية. لما أقول ربنا ارحمنا، أيوه لأن الرب يرحم. اللهم ربنا ارزقنا، طبعا لأن الرب هو الإيه؟ هو الرازق. تمام كده؟ الأنبياء عليهم السلام يدعون ربهم تبارك وتعالى باسمه الرب. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: والرب هو المربي جميع عباده، هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم. ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل. بسرعة كده، وعايزكم يعني تركزوا معايا ونخليها زي مسابقة، ويبقى الجوائز على إدارة المسجد. ولو ما ادوش جوائز مش هنيجي الدرس الجاي. لما نيجي نقول دعاء الأبوين عليهما السلام آدم وحواء لما دعوا ربنا عز وجل بصفة الربوبية، قالوا إيه؟ أحسنتم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طبعا الكلام واضح ومش هقعد أقف مع كل إيه؟ آية. دعاء نوح عليه الصلاة والسلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. أنت جايبها على طول اللي تقسم. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هذه العزة هي القدرة، ولا يفعل هذا إلا العزيز القدير. وقبلها قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وقال أيضا رب إن ابني من أهلي. طيب دعاء موسى عليه السلام قال إيه؟ رب إني الله جميل، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب اغفر لي والمين؟ ولأخي وأدخلنا في رحمتك. قال ربي جميل، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. خد بالك بقى، خد المعاني دي كلها عشان تفهم معنى كلمة ايه؟ الرب.
ربي. قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك. طيب دعاء يوسف عليه السلام باسم الربوبية. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني. أحسنت. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. كمل. فاطر السماوات والأرض. الربوبية هي أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. دعاء زكريا عليه السلام. ربي إني مسني الضر. لا مش هقول لك. ربي ربي لا تذرني فردا. طب في السورة اللي قرأناها ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. دعاء أيوب عليه السلام قلنا ربي إني مسني الضر، بس ما قالش ربي إني مسني الضر. وأيوب إذ نادى ربه أني، بس أنا عايز أقول ربي. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا. لا ده مش هو اللي قال كده، أنا اللي غلط. اللي قال كده مين؟ سليمان عليه السلام. طيب دعاء امرأة عمران ماذا قالت؟ رب إني نذرت لك ما في بطني. اللي قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة امرأة مين؟ ما تخلطوش ما بين الأحساب. عباد الله الصالحين عموما ونرجو أن نكون منهم. في القرآن بيدعوا ربنا بيقولوا ايه؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي. يا أخي جزاك الله. الأخ ده يستاهل 3 جوائز. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كثر في كلامه الدعاء لله عز وجل باسم الربوبية وصفة الربوبية. في صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال عليه الصلاة والسلام من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. عشان كده خليتكم تقولوها كلكم. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. اللهم اجعلنا منهم. كان عليه الصلاة والسلام إذا افتتح صلاته من الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. كان بيبدأ يدعو إيه؟ قالت كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا، وركز قوي على كلمة إيه؟ ربي وإيه؟ ربنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب، واحفظوا الدعاء ده جميل قوي ومريح قوي، ولا يستشعر بحلاوته إلا مكروب، أسأل الله أن يفرج كروبه. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أعيدوه، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. من الدعاء بالربوبية أن تدعو الله عز وجل بالمعوذتين، أن تسأل رب الناس وأن تسأل رب الفلق. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. وقد جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، مكانين يعني، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة. فجأة اشتدت الرياح واشتدت الايه؟ الظلم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. شوف الحمد لله كلنا حافظينها. اللي خاف على نفسه من الحسد، اللي خاف على نفسه من المرض، اللي خاف على نفسه يصيبه شيء وهو في الطريق، اللي خاف على نفسه من الألم أو من الجرح اللي يصيبه سواء من بشر أو من غيره، اللي خايف يسقط في الامتحان، اللي خايف من أي حاجة، أهو المعوذتان، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال وسمعته، عقبة بن عامر بيكمل رضي الله عنه، وسمعته صلى الله عليه وسلم يؤمنا بهما في الصلاة. طيب احنا طولنا كده صح؟ لسه عدى قد ايه؟ 53 دقيقة، عدى 53 دقيقة، عدى كم؟ 53. 53؟ بقينا 84 كمان. مستعدين؟ مستعدين. بارك الله فيكم. طيب احنا مش هنطول برضه، بس لازم علشان يبقى الموضوع يكتمل وما نطولش فيه اكتر من كده ناخد آثار وثمرات الإيمان بالربوبية. أنا بقى الكلام اللي أنا قلته ده كله أنت بتعتبر إنه كلام إيه؟ نظري مثلا يعني. طب إيه العائد علي أنا بقى من المعاني دي؟ أول حاجة أن تؤمن بأنه خالق كل شيء، وأن كل شيء تحت تصرفه وتدبيره. ثاني حاجة أن توحده عز وجل لأنه خالق كل شيء. ومعقولة يخلق ونعبد غيره؟ يرزق ونشكر سواه؟
قال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي الذي خلقكم. ثالث حاجة الرضا بأحكامه وأوامره ونواهيه. طالما أنت وحدته وقلت لا إله إلا الله، يبقى لما يأمرك بأمر تقول سمعا وطاعة، لما ينهاك عن شيء تقول سمعا وطاعة. دي أوامر بقى الشرعية، ترضى بأوامره وتنفذها، ما تقعدش تجادل ولا تناقش وتقول أصل أنا مش مقتنع، أو تقول الأخت أصل أنا مش مقتنعة بالحجاب إنه ده بالشكل ده. ليه ده بالشكل ده؟ طيب ده ربنا اللي أمر، أنت مؤمنة توحدين الله، يبقى المفروض تقول مباشرة سمعنا وأطعنا. رابع حاجة الاطمئنان إلى قضائه وقدره والرضا بهما. فرق ما بين الاثنين. يبقى احنا اتكلمنا عن الرضا بالأمر الشرعي، ودينا بنتكلم عن الرضا بالأمر الكوني اللي هو القضاء والقدر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يبقى ترضى بقضائه وقدره طالما انك مؤمن ان هو اللي بيتصرف في الكون بما يشاء، ترضى بما قدره عليه. وإلا في حد تاني ممكن يقدر لك حاجة غيره؟ في حد ممكن ترجع له تقول اصل ربنا قدر عليا ده وانا مش عايزه فغيره لي؟ لا. يبقى تطمئن وترضى بقضائه وقدره. خامسا جلب المحبة العظيمة لله. لما تتأمل في معاني الربوبية اللي احنا قلناها دي كلها على طول الدرس ودعينا ربنا بها سبحانه وتعالى، هتحب ربنا ثم تعرف ان ربنا بيحب انه يرزق عباده، يحب انه يعطيهم، يسامحهم، يغفر لهم، يرحمهم، يرأف بهم، يتودد إليهم بالنعم مع أنهم يتبخرون إليه بالمعاصي، وهو مع ذلك لطيف بهم سبحانه وتعالى. لطيف، كلمة الله لطيف بعباده ده معنى كبير قوي هنقف عليه إن شاء الله لما نيجي نتكلم عن اسم الله اللطيف. وأنا أرجو أن ربنا يوفقني فعلا ونكمل معكم في هذا المسجد الأسماء الحسنى. يبقى تحب ربنا سبحانه وتعالى لأنه رب يحب أن يرحم لا يحب أن يعذب. قال عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم. رقم 6 أن الإيمان بالربوبية يجلب التوكل على الله. التوكل طالما الأمر بيده يبقى ما تتوكلش على على غيره، توكل عليه وحده. 7 الإيمان بجميع أسمائه وصفاته، لأن احنا قلنا أن الربوبية كلمة الرب تتضمن كل أسماء الله الحسنى. 8 تعظيم الرجاء فيه واللجوء إليه، أن أنا أدعي ربنا وأنا عندي رجاء. عشان كده الأنبياء دايما زي ما احنا شفنا كده ربنا 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 ربنا، لأن الرب سبحانه إذا علم من محل في قلب عبده أهلية لفضله ومحبته ومعرفته وتوحيده حبب إليه ذلك ووضعه فيه وكتبه في قلبه ووفقه له وأعانه عليه ويسر له طرقه وأخلق دونه الأبواب التي تحول بينه وبين ذلك، ثم تولاه بلطفه وتدبيره وتيسيره وتربيته أحسن من تربية الوالد الشفيق الرحيم المحسن لولده الذي هو أحب شيء إليه. فلا يزال عز وجل يعامله بلطفه ويختصه بفضله ويؤثره برحمته ويمده بمعونته ويؤيده بتوفيقه ويريه مواقع إحسانه إليه وبره به، فيزداد العبد به معرفة وله محبة وإليه إنابة وعليه توكلا
ولا يتولى معه غيره ولا يعبد معه سواه. وهذا هو الذي عرف قدر النعمة وعرف المنعم وأقر بنعمته وصرفها في مرضاته عز وجل. فتعظيم الرجاء في الله سبحانه وتعالى. رقم 9 البراءة من كل ما يعبد من دون الله. طالما انك امنت ان هو الرب يبقى ليس غيره ايه؟ رب، وليس غيره ايه؟ اله. لا احد، كل ما يعبد من دون الله فهو باطل. تؤمن بهذا وتضحي من اجل ابطال هذا الشرك وازالته، وتسعى في الارض لاقامة دين هذا الرب العظيم. مش بس بقى تؤمن وخلاص، ده انت بتسعى ان كل الناس اللي حواليك يوحدوا الله. قال إبراهيم عليه السلام: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يبقى أعلن إيه؟ عداوته لكل ما يعبد من دون الله. ثم قال: من هو رب العالمين؟ شوف الآية: الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. بعدها مباشرة الدعوة قال إيه؟ ربي هب لي حكما. في حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. تصور لما هو اللي يكون خلقك وأنت تجعل له إيه؟ ندا. من مظاهر وثمرات الإيمان بالربوبية رقم كده 10 أن يظهر العبد في ثوب العبودية والتواضع والخضوع ويخلع عن نفسه رداء الكبرياء، لأن الكبرياء لمن؟ ولأن علو الشأن كله لمن؟ فيثبت لله عز وجل أوصاف العظمة والكبرياء ولا ينازع الله تبارك وتعالى في شيء، وخصوصا في كمال شريعته. لأن بعض الناس يقول لك: طب ما احنا القوانين اللي عندنا أو الشريعة اللي عندنا أو الحاجة اللي أنا عملتها لكم مش هقول لك إنها أحسن، بس زي اللي ربنا عمله لكم. يبقى ده إيه؟ يحاد الله عز وجل والعياذ بالله تعالى. ولهذا قال تبارك وتعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما أخذته ولا أبالي. ومن الأمور المهمة أوي أوي بقى رقم 11 من آثار الإيمان بالربوبية أن يتقي العبد ربه في من ولاه عليه، وأن لا يصف نفسه بأنه الرب أو بأنه السيد أو بأنه المالك، لأنه يعلم أن السيد والمالك وحده هو الله، وإنما يتواضع لله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في حديث أبي داود وصححه الألباني عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام جهل مين؟ للجمل، فمسح ذكراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ رب هنا بمعنى ايه؟ صاحب. لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال:
شوف بقى، من ولاك الله رعيته حتى ولو واحد. اسمع، ده بيتكلم عن جمل، عن حيوان. يقول عليه الصلاة والسلام: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه. بتجوعه وبتتعبه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ان الواحد يقول كلمة انا رب، او ان الواحد يقول وضئ ربك وهات الاكل لربك والكلام ده. وبعض البلاد والعياذ بالله لما يجي يتكلم يلعن الرب والعياذ بالله تعالى. ورد في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يقل احدكم اطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل سيدي مولاي. ولا يقل احدكم عبدي امتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. هذه يا أيها الإخوة الكرام وقفة مع معاني الربوبية في حق الرب الحي القيوم جل وعلا. وهذه بعض الآثار والثمرات للإيمان بالربوبية. أنا كنت عملت قصيدة، هي آخر قصيدة كتبتها من أيام مضت، ولكنها يعني طويلة جدا، وكلها أو أغلبها في صفات ربنا عز وجل. كنا كل مرة هناخد منها جزء كده، بس أنا شايف إن أنا طولت. لا 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 كمل يا شيخ كمل. طولت؟ لا لا والله يا جماعة طولت؟ لا 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 ما أنت ماسك الكوباية من بدري. هذه القصيدة في مدح ربي والثناء عليه جل وعلا سميتها سبحان الملك القدوس. نأخذ جزءا يسيرا منها، وانتوا بقى لو انتوا حابين تكملوها فكروني في المرات القادمة. تعاليت رب الكون إني موحد، شهدت بأن الله ذا العرش واحد، وإن كثرت أرباب من أشركوا فما سوى ربنا المعبود بالحق يعبد. وإن خضع المخلول للخلق ذلة فليس لغير الله نعنو ونسجد. وإن يسعى في إرضاء غيرك خائب فليس لغير الحق نسعى ونحفد. لك الحمد ملء الأرض يا ربي والسماء وما شاء ربي
وسبحانه في ذاته وصفاته بكل كمال للمهيمن نشهد تقدس في أسمائه وفعاله بكل جلال بكل جلال وحده المتفرد. سبحانه عز وجل لا إله غيره ولا رب سواه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم رب السماوات والأراضين ورب كل شيء اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تجعل حاجتنا إلا إليك. اللهم لا تجعل فقرنا إلا إليك ولا تجعل توكلنا إلا عليك ولا تجعل خوفنا إلا منك ولا تجعل رجاءنا إلا فيك ولا تجعل ثقتنا إلا بك ولا تجعل خضوعنا إلا لك ولا تجعل توكلنا إلا عليك ولا تجعل توكلنا إلا عليك. اللهم خذ بنواصينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم خذ بنواصينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم خذ بنواصينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا اجبر كسرنا اجبر كسرنا اجبر كسرنا. تولى أمرنا تولى أمرنا تولى أمرنا. فرج همومنا نفس اللهم كروبنا. يا رب فرج همومنا يا رب نفس كروبنا يا رب استر عيوبنا يا رب طهر قلوبنا يا رب أطعم جائعنا يا رب انصر مظلومنا يا رب قو ضعيفنا يا رب فك أسيرنا يا رب عجل فرجنا عجل فرجنا عجل فرجنا. لا تخيب فيك رجاءنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا تنسوني من صالح دعائكم والحمد لله رب العالمين.